قرح في المعدة عندي، وظننت أنني لن أشفى بعد هذا، إلى أن زارني أحد المشايخ وهو الشيخ عبد الله المصلح حفظه الله، وقال لي دواءك عندي لولا أني خايف أنك تتزوج. فقلت يا أخي أتزوج؟ أنا الآن بموت. فعلا كنت أتصور أني ميت، حتى أني كنت أمط جلدي هكذا فيطلع يعني هكذا. نعم، القرحة منعتني من أن حتى أشرب الماء. والله أنني أشرب الماء وأنه ينزل على بطني مثل الأسيد. أي نعم. وأي طعام يؤلمني، 5 قرح داخل البطن. فقال لي عليك بالعسل. والعسل هذا دواء رباني فيه شفاء للناس. نعم. ألزمني بأن أتناوله لمدة 2 شهر. نعم. في كل صباح كنت أخذ ملعقتين في ماء يعني فاتر وأشربه. في الحقيقة يعني في الأسبوعين الأولين آلمني كثيرا، لأنه نزل على باطنيتي وأجرى لها يعني سمكرة كاملة. وبعد ذلك برئت من فضل الله. وعرفت أنا كيف أنظم غذائي بعد هذا الحدث. نعم. وبدأت أتناول العسل بشكل يومي. نعم. أتناول أيضا زيت